ظاهرة غريبة بقت منتشرة في مصر في السنوات الأخيرة وبقت متلاحظة من كل حد. تدخل بقال، ميني ماركت، سوبر ماركت، محل لبس، تروح تشتري شوية خضار، تروح مكتب محامي، عيادة طبيب، تركب مواصلة خاصة، الكل مشغل القرآن الكريم وكأننا في عزف عمر مكرم. تيجي تبص بقى على أسعار المنتجات اللي انت بتشتريها أو الخدمات اللي بتاخدها من أي مقدم خدمة، أسعار ضربة وجشع سائد بصورة مرعبة. الكل بقى حاطط ايده في جيب المستهلك بيستنزفه. هو في ايه؟ هو ده الدين؟ انتوا بتشغلوا القرآن الكريم علشان تعملوا زي ما ربنا سبحانه وتعالى طلب من عباده ان يتدبروه ويحسوا بالكلمات اللي فيه. المفروض الافعال تبقى افعال رحمة وانسانية وخير، لكن لما يبقى الجشع هو الصورة السائدة عند الكل يبقى الامر اسمه تدين شكلي. القرآن الكريم ربنا عايزنا نتدبر الآيات المكتوبة فيه، مش نشغله لجلب الحظ ونعتبره تبرك. ده اسمه نفاق. المفروض نرحم بعض وما يبقاش الجشع هو اللغة السائدة. يا ريت الناس تستوعب الكلمة اللي أنا بقولها دي، لأن بقينا تديننا للأسف تدين شكلي، والأفعال أفعال شياطين. يا ريت بقى نبطل نفاق وخداع ونعمل بكلام ربنا سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. يا ريت الناس تفوق وتعمل بالإنسانية والرحمة وتتعامل بضمير وأخلاق، وكفاية جشع ونفاق.